السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناة كريمة لايف. اليوم غادي نشارك معكم وحدة من الوصفات التقليدية اللي كيعشقوها بزاف ديال الناس، الزيتون مرقد بالتوابل. غادي نشوفوا خطوة بخطوة بالتفاصيل بطريقة سهلة وبنكهة لذيذة كتخلي الزيتون حاضر في كل وجبات، خصوصا في الشهر الكريم. هاد الزيتون المرقد كيجي رائع مع اي اكله او الحشوات يعني ديال العماره، وكيحافظ على النكهه ديالو في هاد البرد طول الوقت، طبعا الا احتفظنا به بطريقه صحيحه. خليكم معايا للنهايه وان شاء الله غادي تعجبكم الطريقه وتستمتعوا بها بحال اللي كنديروها عندنا في الدار. لنتابع الفيديو. مرحبا بكم من جديد. المهم هذا هو الزيتون، راه كان في الخنشه وكانت فيه الملحه، يعني جلس في الملحه حتى تحيدت له ديك المروريه اللي فيه، باش عاد يكون دابا راه حلو، باش عاد يكون واجد باش نديروا له. ها هو راه خوينا في القصريه باش نديروا له التوابل باش غادي نسموه. هادو الاعشاب المنسمه كنديروا منهم واحد شويه وما تكتروش، لان المهم على حسب كل واحد والذوق ديالو. انا كيجوني الا كثرتي فشي حاجه كتجي مره. هذا الكمون كنديروا شويه ديال الكمون. هذا سكينجبير، طبعا الكاين اللي كيدير حتى القزبور حبوب كيطحنوا ودار هذا حتى هو كيجي المذاق ديالو زوين. انا غادي نديرو تحميره ولا الشاونيه، ما عرفتش كل واحد شنو كيقول لها. وهاد التحميره هادي راه مصايبه في الدار، يعني ديال الدار، ماشي اللي كتباع عند مول الحانوت، هادي ديال الدار. وطبعا كنديرو اللي داير عليه الفيلم في هاد الفتره هادي، وهو الزيت البلديه، كنديرو منها حتى هي شويه. وكاين اللي كيدير الحار بحال هذا، راه كاين اللي كاين فيه الحار، اللي كياكل السودانيه. طبعا كنخلطو داك ها هو بعد ما تخلط، اللي سالينا لو تخلط عمرناه في ها هو عمرناه في القراعي ديال الزاج. كنرجعو نعاودو نقولوا القراعي ديال الزاج باش يحافظ على الفائده ديالو ويحافظ على البنه ديالو وبقى كما هو. وبصحتكم وراحتكم. والا وصلتوا حتى لهنايا ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. وما تنسونيش من تعليقاتكم وانتقاداتكم البناءة. شكرا، وإلى فيديوهات قادمة بحول الله. مع السلامة.